فنانة من أجمل النجمات في الوسط الفني، قدرت إنها تخطف الأنظار بشكل سريع، وده من بداية ظهورها على الشاشة، وتميزت بشعر أصفر ولوك طبيعي. الفنانة ريم مصطفى اتولدت سنة 1986 ودرست في كلية الإعلام، وبدأت حياتها المهنية في مجال التسويق. وبعد كده في سنة 2013 حصلت على فرصة للتمثيل في مسلسل فض اشتباك، لكنها محققتش شهرة كبيرة وقتها، والجمهور بدأ يعرفها بعد مشاركتها في مسلسل جبل الحلال. وبعد كده اتألقت في عدد من الأعمال الفنية زي هيبرج للغراب وكلبش، وشاركت في مسلسل الوصية بدور كوميدي مميز. وأعلنت الفنانة ريم مصطفى تفاصيل خاصة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها اتجوزت وهي عندها 19 سنة وأنجبت ولدين، لكنها انفصلت عن جوزها بعد 10 سنين جواز. وأكدت ريم إن رغم انفصالها عن جوزها بتلجأ ليه لما بتتعرض لمشاكل أو أزمات، وأكدت إنه أول شخص دعمها في مشوارها الفني. وقالت إنها من أصول تركية، وجدتها لوالدتها كان والدها باشا تركي، ورغم كده مرحتش ولا مرة لتركيا. وقالت إنها أخت ل3 بنات زي والدتها لها 3 أخوات، وحكت تفاصيل دخولها لمجال التمثيل. وقالت طول عمري كنت عاوزة أمثل من وأنا صغيرة، لكن أهلي ما كانوش بيوافقوا وقتها، لكن دخلت إعلام علشان أكون قريبة من الفن، وفي نفس الوقت أنا بحب الميديا. ولما رجعت من دبي كنت قاعدة في عزا، ومعايا صديقة ليا قالت لي إن أختها بتسأل إذا كنت عاوزة تشتغلي مذيعة ولا لأ، وأضافت كنت كل اللي بفكر فيه إن أقف قدام الكاميرا، لكن رحت لعمل أوديشن وقبلوني، وكان في نية عند القناة يعملوا لي برنامج، لكن أنا صممت على تحقيق هدفي إني أشتغل ممثلة. ونفس البنت اتصلت بعد كده ردت عليا أعمل أوديشن في فيلم لأحمد حلمي، ورحت واخترت مشهد لنبيلة عبيد من شادر السمك، وكان عبارة عن ردح وكلام بلدي، وعملت الأوديشن، لكن للأسف الفيلم ما اتعملش. أما عن حياتها الشخصية فقالت إن المرأة هي اللي بتقرر الانفصال لما بتفقد الشعور بالسعادة والأمان، وقالت إنها ما ندمتش على قرار الطلاق لأنه جه بعد تجربة لكل شيء، وإنها ضد تكملة الحياة من أجل الأولاد، وإنها بعد الطلاق حست بحزن كبير بسبب العشرة